الناس اللي بتدور على هاتف رخيص او هاتف اقتصادي او هاتف يعني في فئة قليلة تمشي الدنيا، تصفح يوتيوب، مكالمات، العاب خفيفة، فالهاتف ده موجه ليك. فيلا بينا نشوف الهاتف ده كويس ومناسب ولا لا. قبل اي حاجة يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي A1 بلس. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة، اي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف التصميم، وزي كل مرة نتكلم عن التصميم أول حاجة. والتصميم هنا بسيط، حاجة كده هادية، حاجة عادية، شكلها حلو، شكلها مناسب على فئة الهاتف. انت بتشتري هاتف اقتصادي أكيد مش هتاخد تصميم إزاز مثلا أو حاجة، لا، الهاتف تصميمه كويس على فئة الهاتف. طبعا الفريم والظهر الاتنين بيجوا من البلاستيك. وعلى طول كده نخش على الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.52 بوصة مع جودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD، والشاشة طبعا بمعدل تحديث 60 هرتز. طيب الشاشة هنا كويسة ولا لأ؟ طبعا الشاشة هنا كويسة ومناسبة على سعر الهاتف، لأن انت مش هتاخد شاشة أكتر من كده في الفئة دي، يعني مش هتاخد شاشة مثلا 90 هرتز في السعر ده، مستحيل. فالشاشة هنا بالنسبة للسعر بتاع الهاتف والفئة كويسة جدا، وهتاخد منها أداء كويس. طيب بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج، فالمعالج هنا هو ميدياتك هيليو A22 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو. المعالج هنا نقدر نقول ان هو كويس على سعر الهاتف. كويس ازاي؟ لان اللي هيشتري الموبايل ده في السعر ده اكيد هيشتريه علشان مكالمات، مشاهدة يوتيوب، تصفح فيسبوك، شوية العاب خفيفة كده. ولكن طبعا ما ينفعش تشتري الموبايل ده في السعر ده علشان مثلا تشغل عليه العاب تقيلة او برامج تقيلة، مستحيل يعني. لا، هو المعالج هيمشي الدنيا وهيشغل العاب خفيفة وتصفح ومكالمات وكل الحاجات دي، فهو كويس بالنسبة للسعر اللي انت هتدفعه في الهاتف. المعالج كويس ومناسب. الهاتف بيجي بنسخة وحيدة وهي 32 جيجا مع 2 جيجا رام، والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لغاية 1 تيرا. بالنسبة لكاميرات الموبايل، فالهاتف بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 8 من 10 ميجا بكسل ودي مستشعر للذكاء الاصطناعي. وهنا تقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 5 ميجا بكسل، وتقدر برضو تصور فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس وبحجم كويس، ولكن مش بتدعم الشحن السريع، وده طبيعي جدا على سعر الهاتف، ما يعتبرش عيب يعني. الهاتف هيجي باندرويد 12. الهاتف مش بيدعم NFC، ودي برضو حاجة طبيعية ومش عيب على سعر الهاتف. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع مايكرو USB. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو، ودي برضو حاجة طبيعية ما تعتبرش عيب. الوان الجهاز هم الاخضر والازرق والاسود، والهاتف هنا بيدعم البصمه وموجوده في ظهر الهاتف. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على مميزات وعيوب الموبايل، ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنيجي نتكلم عن المميزات. وطبعا بالنسبه للمميزات، الشاشه كويسه على سعر وفئة الهاتف، برضو البطارية كبيرة وهتاخد منها أداء كويس. أما بالنسبة للعيوب، فكنا نتمنى لو كان الهاتف بيدعم منفذ الشحن الجديد اللي هو تايب سي، ولكن دي الصراحة ما تعتبرش عيب قوي على سعر الهاتف. طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك إن السعر في مصر وفي السعودية مجرد أسعار احنا متوقعينها، لأن الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الهاتف تم إطلاقه في الإمارات بسعر 290 درهم، بالدولار حوالي 80 دولار. السعر المتوقع في مصر 2500 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 380 ريال. طيب كده تمام قوي، ولكن ايه أفضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية؟ عندنا هاتف انفينكس سمارت 6 HD. الهاتف ده هو أقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي A1 بلس.
هنخش على مقارنة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة على هاتف انفينكس سمارت 6 اتش دي. لو انت حابب تشوف المراجعة هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا شاومي بيجي بمعالج ميديا تك هيليو اي 22، وانفينكس بيجي بمعالج يونيسك اس سي 9863A. وهنا اداء معالج انفينكس بيتفوق بفرق مش كبير قوي. الاتنين بيقدموا نفس الشاشة اي بي اس ال سي دي بجودة اتش دي بلس ومعدل تحديث 60 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. الاتنين بيقدموا بطارية بنفس الحجم 5000 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. خلونا دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، ولكن خد بالك ان اسعار الجهازين اسعار احنا متوقعينها لان الاتنين لسه ما نزلوش مصر. سعر شاومي المتوقع نسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام 2500 جنيه. سعر انفينكس المتوقع نسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام برضو 2500 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف شاومي ريدمي A1 بلس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.